الاهلي لو خد الدوري السنه دي فهو يستاهل، والزمالك لو خسر الدوري السنه دي فاحنا نستاهل لاننا بايدينا بنخسر نفسنا كل حاجه. لكن احنا عندنا مشكله ولازم نواجه نفسنا بيها. اصل تقدر تقول لي لحد دلوقتي وبالنقط اللي انت خسرتها وخسرت نفسك فيها دي ايه المبرر اللي انت هتطلع تقوله؟ ما عندناش مبررات تتقال غير ان ده تكاسل وضعف مننا احنا. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ اعتقد ان لحد دلوقتي في كل الماتشات اللي اتلعبت في الموسم ما عندكش حاجه تطلع تقولها عن مجاملات اتجاملتها الخصوم او نقط مثلا انت خسرتها بفعل فاعل. بالعكس احنا كل الظروف كانت معانا واحنا خسرنا نفسنا بنفسنا. لو جيت حسبت الماتشات السهله اللي الزمالك خسر فيها نقط وحسبت النقط دي لو الزمالك خدها كان زمانك هتلاقي نفسك فارق عن الخصوم اللي وراك بفرق نقط مرتاح. فانا مش هقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مش حاسس بمسؤولية المكان اللي هو فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مش مقدر قيمة وحجم وقدر جمهور الزمالك ده. انتوا ليه غاويين تحرقوا دمنا؟ وليه ما عندكوش ادنى احساس باي مسؤولية؟ هو الكابتن حسين لبيب فين؟ ماتشات سهلة بنخسرها ونقط سهلة جدا بتضيع مننا. يعني كل الحظوظ كانت معاك، بادئ الدوري حلو، الخصوم بادئين الدوري زي الزفت وبتفرق عنهم في النقط. ايه الصعب في انك تقدر تحافظ على ده يعني؟ وليه نخسر نقط سهلة في ماتشات سهلة زي اللي خسرناها دي؟ هو الكابتن حسين لبيب فين؟ انت متخيل ان الزمالك في اخر 3 ماتشات خسر 7 نقط من اصل 15؟ هو الكابتن حسين لبيب فين؟ وخلي بالك انت بداية الدوري معاك والماتشات اللي انت كسبتها دي كنت بتكسبها وانت وحش في الملعب، وكنا شايفين انك وحش بس كنا بندعم لاننا كنا بناخد ال3 نقط وبنقول ان شاء الله هتكمل كده. لان انا اعتقد ان قبل الدوري ولا زملكاوي كان متوقع ان الزمالك هينافس على الدوري السنة دي. بس البداية الكويسة اللي احنا بدأناها مع تعثر الخصوم بالطريقة ديت ادتنا امل ان هي ممكن تكمل كده يعني. لكن نلاقي ان احنا نفسنا اللي بنخسر نفسنا وبنبعد نفسنا عن ان احنا ناخد بطولة احنا محتاجينها جدا، ما دي حاجة تقهر وتزعل بصراحة. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ استاذ جون ادوارد، احنا من اول يوم واحنا بندعم التجربة بتاعتك وعايزينها تستمر من اول يوم، وكل جمهور الزمالك في ظهرك ومكمل معاك لحد الاخر، وما زلنا عايزين التجربة بتاعت جون ادوارد تستمر. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ لكن برضه حضرتك يعني لازم تبقى فاهم ان الزمالك مش فرقة من فرق نص الجدول اللي عادي ترضى ان هي دخلت المربع الذهبي. الزمالك وجمهوره المفروض انهم دايما بينافسوا على اي بطولة بيلعبوا فيها. فحضرتك المفروض لما تلاقي نفسك في منافسة زي ديت والمدرب اللي عندك سوري في اللفظ جبان ومستواه على قده تغيره. ايه سر التمسك بفيريرا؟ يعني بيقدم ايه حضرتك شايفه واحنا مش شايفينه؟ هو الكابتن حسين لبيب فين؟ بص اصل انا بقول لك رايي كراجل مشجع للزمالك من زمان قوي، ورايي ده انا بقوله من دماغي محدش بيمليه عليا، فبقول رايي بحريه واللي انا شايفه. احنا طول الوقت بندعمكم وطول الوقت في ظهركم وطول الوقت بندافع عنكم مع اي حد بيحاول يقلل من الفريق او يصدر له مشاكل. لكن لما ابقى شايف ان المشكله عندي انا اصلا لازم بقى اتكلم واواجهك بحقيقتك وانتقدك. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ فلما تلاقي اجماع من كل جماهير الزمالك ان في حاجه غلط لازم حضرتك تفكر انه فعلا في حاجه غلط وتعمل وقفه وتحاول تحاسب او حتى تحاول تغير في ده. فيريرا خسرنا نقط كتير جدا بسبب انه جبان وبسبب انه ما بيعرفش يدير الماتشات اصلا وما عندوش خطط بديله، بمعنى اصح يعني لما بيتزنق ما بيعرفش يتصرف. فده مدرب ما عندوش شخصيه الزمالك. يبقى ايه سر التمسك بيه بقى؟ هو الكابتن حسين لبيب فين؟ فالواجب والمفروض على حضرتك ان حضرتك تقعد تراجع الامور من اول وجديد. مدرب عايز يتغير حتى لو هتجيب محمد صلاح هنخسر ايه اكتر من اللي بنخسره؟ في لعيبه ما ينفعش تلعب في الزمالك، فنتمنى ان دي من يناير الجاي ما تكونش موجوده. الاختيارات لازم يكون فيها تأني اكتر من كده. الصفقات اللي جت مش كلها تصلح للزمالك، وفي لعيبه كتير لازم تمشي، وفي لعيبه لازم تتعاقب، وفي لعيبه لازم تريح عشان تعرف انها ممكن تقعد عادي. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ واكتر لعيب محتاج يريح ومحتاج ان احنا اصلا نبيعه لانه فعلا لعيب مش مفيد للفرقه هو ناصر ماهر. وعلى فكره احنا زهقنا من عينه اللعيبه اللي من النوع ده. اللعيب بيحب الشو، عايز ياخد اللقطه دايما لنفسه وعايز يعمل كل حاجه واناني وما بيحبش يلاعب زمايله معاه. يا راجل ده في مواقف كتير قوي وباينه للكل بيتعمد انه ما يبصيش لبزيرة عشان بزيرة ما يبقاش نجم الفرقه. ومن اهم اسباب خسارتنا الماتشات كتير كان ناصر ماهر، منهم ماتش الاهلي. بصراحه نوعيه اللعيبه المقرفه دي انا ما بقتش احبها في الزمالك. واللعيب اللي هيعمل مشاكل ويتكلم في فلوس يا باشا بالسلامه يغور. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ حاسس ان اداره الزمالك ملهاش اي وجود في اي حاجه. كمان اللعيبه لازم تحس بالمسؤوليه. يعني شوف انت خسرت كام نقطه في كل الماتشات اللي فاتت دي
ما سمعناش عن عقوبة للعيبة ولا خصم من المرتبات ولا تجميد لعيب، ما سمعناش عن اي حاجة، ما شفناش اي عقوبات، وكأنهم يعني لعيبة بتلعب في نادي من أندية الشركات اللي بينافسوا على وسط الجدول فالدنيا ايزي وعادي. لا يا باشا، انت بتدير الزمالك واللعيبة دي بتلعب في الزمالك، ولو انت مش عارف يعني ايه الزمالك ويعني ايه جمهور الزمالك يبقى لا استوب نقطة من اول السطر، مش محتاجين وجودك في النادي. هو الكابتن حسين لبيب فين؟ شوف، رغم ان الاهلي طول الوقت بيدعم وبيتجامل والدولة كلها بتقف وراه، الا انهم السنة دي والله لو خدوا الدوري فعلا فهم يستحقوه. تعبوا واجتهدوا ولعبوا وعملوا اللي عليهم وصمموا واصروا على انهم هياخدوا البطولة، رغم ان هم شوف كانوا فين في بداية الموسم، ففي الاخر لو جم خدوها فيبقوا يستحقوا. وما اشوفش حد بقى يطلع يتكلم في مجاملات تحكيميه ولا جدول اتغير ولا ماتشات اتاجلت، لان اعتقد لحد دلوقتي احنا ما شفناش اي حاجه من الكلام ده. وانا بقول لك بالمنظر اللي انا شايفه في الزمالك ده، الزمالك لو فنش الدوري ده تالت يبقى عمل اعجاز. اصل ما فيش عقاب، مفيش تغيير، الدنيا بتسوق وانت زي ما انت، يبقى طبيعي هيحصل ايه؟ مش هتشوف حاجه باقي الموسم. والله خليتونا مخنوقين مخنوقين حتى نتكلم. انا جالي حاله احباط وحاله خنقه ما جاتليش من زمان. بادئ الموسم حلو وراكب وعندي فرصه ان انا افرق في النقط بكتير، اخسر كل النقط دي في ماتشات سهله زي دي. يا جدعان حرام، خلي عندكم دم. هو الكابتن حسين لبيب فين يا جدعان؟ انا بقالي 25 سنه بشجع الزمالك، اول مره احس بخنقه من تشجيعي للكوره اصلا. هو الكابتن حسين لبيب فين؟